بينها كده بتخلص 5 سنين بكل تفاصيلها واحداثها، بكل زنقه، بكل ضحك، بكل تسليمه، وبكل بروجكت وخروجه وصوره وفيديو وذكرى. 5 سنين بيخلصوا ولازم النهايه تكون عظيمه علشان تليق بكل حاجه حصلت في الرحله دي. وعلشان كده في حاجات عايزين نتكلم عنها. انا رجعت، ولكن رجعت باحلى فيديو بالنسبه لي على القناه. هعمل اوتفيت مشروع تخرجي. انتوا ما تعرفوش انا بستنى الفتره دي من امتى؟ من ايام نتيجه ثانويه عامه تقريبا. خلاص رسميا بودع رحله التعليم، اللي بالمناسبه ما كانتش رحله احب اطلعها تاني حتى لو اتدفع لي فيها فلوس. المهم ندخل في النقطه الاهم، ان نحن نختلف عن الاخرون ولكننا متميزون. حد هيسالني ليه؟ لان قسمنا العزيز في كليتنا الجميله بيناقش مشروع تخرجه على مرتين، مره في بدايه الترم الثاني واللي خلاص داخله علينا اهي، ومره في نهايه السنه خالص بعد سنة 5. ولأن الإنسان اللي اختار إنه يتهان مش هيتخرج في حياته مرتين، فكان لازم نعمل اوتفيت رائع للمناقشة. وعلشان احنا تيم كرياتيف جدا اخترنا لون أكثر كرياتيفيتي وهو الاسود. بس هسيب لكم لون الطرحه تخمنوه انتوا، وكمان هوريكم في الاخر اللون اللي كان نفسنا نلبسه بس ما لبسناهوش. وده علشان احد اعضاء التيم اللي فوق التقييم ما بتحبش اللون ده، واول حرف من اسمها السندس، فاضطرينا نصلح علاقاتنا مع اللون التاني ونلبسه. واول حاجه في تفصيل اي حاجه يبقى معانا قماش، فكان لازم انزل اجيب القماش. وطبعا اصدقائي الاعزاء هددت ماما وقلت لها هتنزلي تجيبي معايا القماش لما تبقي فاضيه، وطبعا هي خدتني على قد عقلي ونزلنا عادي، رحنا جبنا القماش. وكده نقدر نقول ان اول مرحله تمام. واللي فيكم عارفني كويس يعرف ان انا وكروكسي العزيز محدش يقدر يفرقنا عن بعض ابدا، ولكن هيتم التنازل رسميا عن الكوركس في اليوم ده. ونزلنا انا والتيم اللي فوق التقييم علشان نختار الهيلز اللي هنحضر بيها، وحرفيا لفينا وسط البلد كلها. وده علشان انا جبت جزمتي بعد اول محلين تقريبا، وسندس لففتنا المحلات كلها علشان تجيب جزمتها. ولكن كان يوم ناجح، جبنا اللي احنا عايزينه وروحنا. وهنا كان لازم ازنق نفسي لان حرفيا فاضل على المناقشه يومين. فتفتكروا عملت ايه؟ خلصت الاوتفيت كله في 5 ساعات. ايوه، بليزر وفستان بيزك كات خلصتهم في المده دي. ودي حاجه كانت غير متوقعه بالنسبه لي جدا، لان حاجه زي البليزر ده مليان تفاصيل انا في الغالب بتجنبها تماما وانا بفصل اي حاجه. ولكن قررت اغامر علشان انا لو ما خدتش قرارات غبيه قبل ما انام وعملتها تاني يوم الصراحه ما بقاش انا. وحدث بالفعل، وبروسيس الخياطه نفسها كانت لطيفه جدا جدا. ورغم زنقتي في حاجه تانية كنت بعملها في نفس الوقت هتشوفوها غالبا في الفيديو الجاي لو خلصت بسرعه، بس الحمد لله خلصت الاوتفيت بسلام وامان. وده هنا وانا بقص الخمار اللي هسيبكم تخمنوا هيكون لونه ايه. خمنتوا خلاص؟ تعالوا بقى خدكم معايا في يوم المناقشه من اوله علشان تشوفوا الفاينل لوك بتاع التيم كله. وبدا اليوم وبابا قرر انه يوصلني، كل الحب لبابتي. واضح كده انهم حاسين ان انا والله اعلم بتخرج. ووصلت اول حد تقريبا مش في التيم، في الكلية. والشباب بعد كده وصلوا وقعدنا نتمرن كتير مع بعض علشان تحصل بعد كده حاجة غير متوقعة اطلاقا، ونبقى التيم الوحيد اللي تقريبا ربنا سترها عليه في اللجنة بتاعتنا. وده علشان دعاء الوالدين، صدقوني مش اي حاجة تانية. ودلوقتي بقى جاهزين تشوفوا الصور؟ ودلوقتي بقى محتاجة اوريكم اللون التاني اللي كنا المفروض عايزين نلبسه، وهو طبعا لوني المفضل اللافندر.
ولكن احنا علشان تيم متفاهم وسندس بتكرهنا وبتكره اللافندر فقررنا نستغنى عنه، واستمرينا كتيم البيبي بلو لان ده اللون الوحيد اللي تقريبا كلنا لبسناه قبل كده مع بعض ومجمعين عليه. فقولوا لي بقى انتوا تيم انهي لون من الاثنين؟ انا كده كده تيم اللافندر. وعايزه اقول لكم ان رغم ان اليوم كان يعتبر بيرفكت بالنسبه لي، سواء المناقشه اللي اتسترت وربنا عدها معانا على خير، او حتى الاوتفيت اللي كان 10 من 10 ونجمه كده كده، والصور والفيديوز واليوم كله، ولكن النهايه في الاخر كانت غير متوقع. روحت عادي، نمت وصحيت بفتح اشوف ايه اللي حصل في الكام ساعه اللي انا كنت نايمه فيهم، علشان الاقي اول رساله في وشي نتيجه الترم الاول ظهرت، علشان اليوم يقفل وتبقى الفرحه فرحتين وابقى رسميا فاضل لي ترم واحد واتخرج، وخلاص اقدر اقول اني هكون خريج وهودع الكليه نهائي. وبيني وبينكم ما اظنش ان في يوم تاني هيتكرر تحصل فيه كل الاحداث الحلوه دي مع بعض. اي نعم انا في صباع في رجلي مش حاسه بيه من امبارح بسبب الهيلز اللعينه، ولكن مش مهم، انا خريج ومناقش البروجكت ونجحت. هعوز ايه تاني؟ هعوز جواز السفر الحقيقه. يعني دي حاجه انا ادركت ان انا عايزاها. وفي النهايه انتظروا في فيديو نازل قريب جدا ان شاء الله لحاجه قربت تخلص هتحبوه جدا. وخلاص انا هو في طريقي للتخرج وهرجع تاني للفيديوز على القناه وكل الحاجات اللي انتم متعودين تشوفوها هنا. فادعوا لي بقى الكام شهر الجايين دول يعدوا على خير واتخرج بسلام. واخر حاجه بس كده، سلام.